بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيك يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم النشرة. يلا كده اهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا ماتش الاهلي وشرقية انبي، يعني ماتش صعب جدا على الاهلي. يعني الاهلي كان بادئ ماتش ماسك كورة بس مش عارف يوصل للجون. دي برضو مشكلة، مش يعني بس لسه طبعا في أول الموسم فكده. يعني لسه الفرقة أول ما تلعب مع بعضيها، يعني أنت بتلعب يعني بتلعب فريق جديد، تشكيل جديد. فلسه مش حافظة أماكنها، لسه البساط مش مظبوطة. فأنت في 24 دقيقة كان ممكن يخش في 3 أجوان. ضربة الجزاء ضاعت، الحمد لله ضاعت. جونين ملهمش لازمة. هنتكلم في الجونين بتوع إنبي وهنتكلم في جوان الأهلي. لكن أنت لو بصيت في التشكيل، هو تشكيل جديد، ده نفس تشكيل اللي لعب بيه ماتش فعلي، ماتش أسبانيا، بس موسى بكرة هو اللي اتضاف على الفرقة. فأنت ماسك كورة بس مش عارف توصل. اللعيبة لسه متوترة، اللعيبة لسه مش على بعض، لسه ما عرفوش حفظوش أماكن بعض. ده طبيعي جدا جدا بالنسبة لأول ماتش، طبعا منتشرة رسمية غير منتشرة ودية. فأنت بدأت الماتش كويس وكنت ماسك الكورة كويس، مش عارف توصل. فأنت داخل في الجون مش لازمة بصراحة. كوكا معرفش بيرجع الكورة كده ازاي، معرفش لاعب بيلعب في الأهلي ورجع الكورة في نص الملعب. يعني انت حطها في الأوت، انت وشك الأوت، حطها في الأوت، انت بنظرك رجعها في نص الملعب. وطبيعي الراجل مش هيسمع عليك فشطها فجأة الجون. انت أول هجمة عليك بجون، مفيش بعدها بدقيقتين كريم فؤاد طبعا بيلعب في حتة مش حتته، فعمل ضربة جزاء بس الحمد لله صدت. الجون التاني بتاع انبي، يعني الراجل بيعمل بينية من نص الملعب، بنعمل بينية من نص الملعب، فمش عارف ازاي يعني بصراحة. الراجل راح انفراد وقادر بيجري وراه، مش قادر يجري. هادي رياض مش قادر يجري بأمانة، مش قادر يجري. فالوقت خد الكورة وحطها في الزاوية البعيدة عن شوبير فدخل الجون. فأنت في أول 24 دقيقة 2-0. فالصراحة يعني السيناريو غريب جدا جدا جدا. مش ان الاهلي ما عملش هجمه خالص، ما رحناش للجون. غير الشوطه بتاعت غير الشوطه بتاعت مروان عطيه. الهدف الاولاني هدف عالمي بصراحه، مروان عطيه بصراحه متوقعش يعمل فكره بصراحه. وبعد كده شوط الزيزو وجون صدها. حتى ما عدتش تاني خالص يعني، فاهم؟ غير الكورتين دول مفروضه كمان، مش كور مرعوبه ولا هات وخد ولا تقسيمات ولا الكلام ده كله. الشوط الثاني خلص 2-1. كويس احنا جبنا جون عشان نضيق الفرق. بدأ الشوط التاني الأهلي ضغط وكل حاجة بس برضه مش عارف يوصل للجون. منصف بكرار متسرع جدا، عاوز يثبت نفسه. واحدة واحدة من صفر. انت لعبت شكلك كويس، عندك كورة كويسة. يعني انت في الشوط الأولاني كانت في كورة رايح انت واحد على شمالك والتاني على يمينك فاضيين. انت حبيت تخش جوه ال جوه نص الملعب بتاع انبي وخدوها منك. انت كنت ممكن تلعبها على اليمين او الشمال، كان بقى تبقى اخطر من كده شوية. اهدى على نفسك يا منصف، انت لسه اول ماتش ليك. فنهدى والكورة هتيجي واحدة واحدة. وبعد كده ربنا كرمنا بضربة جزاء وزيزو تعدل بيها. بعد كده الاهلي عمل تغييرات. انت بص الجون التالت 3 لمسات من ال3 لعيبة لسه نازلين. يعني كريم الدبيس عملها البن جديدة بكعبه. طبعا محدش كان متوقعها بصراحة يعملها بكعبه. وكويس ان قفشه مش اوفسايد، وكويس ان قفشه عرف يستغلها كويس وحطها جون الجون التالت. احنا كأهلي كويسين كهجوم ووسط الملعب، لكن دفاع في مشكلة كبيرة جدا 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 في الدفاع، في مشاكل في الدفاع. فاهم؟ فاحنا الماتش الجاي لو انت حضرتك عايز تلعب نفس التشكيل ونفس الخطه، بس احنا ما عندناش حاجه. بس هادي رياض ما يلعبش الا لما يرجع مستواه. كوكا ما يشوفهاش. كوكا ده يكون رابع واحد بعد اكرم توفيق وبعد احمد رضا وبعد عمر الساعي، بعد اي حد. فاهم يعني؟ كوكا ده ما نشوفوش في الملعب. فاهم؟ وكريم فؤاد يلعب في حتته. وطاهر محمد طاهر مش كانش موجود، ما كانش موجود في الماتش خالص. ما كانش موجود في الماتش خالص. بس احنا عندنا مميزات كويسه يعني بصراحه. كابتن حسين عموته واقف بره مش ساكت. يعني لو اول ما دخل جونين تحس ان هو هينزل ياكل اللعيبه. وفي دقيقه في الدقيقه 30 لما الحكم ادى دقيقه كده عشان يشربوا ميه ويريحوا نفسهم، زعلوهم وده كويس. انت فاهم؟ عندك مدرب قاعد بره فايق لهم وصاحي لهم، واي غلطه هتاخده فوق، يعني هتاخده فوق دماغكم. يعني فاهم انت ازاي في 24 دقيقه يخش في الجونين ضربه جزاء ضايعه؟ مش ده الاهلي اللي احنا عاوزينه، مش ده الاهلي الفرقه اللي انا بدربها. فاهم؟ يعني كان في عنف شديد جدا 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 كابتن حسين عمودة. لكن كبداية ماشي مقبولة.
الاهلي مش حلو، الاهلي مش كويس، لسه في مشاكل في الدفاع. هتحل مشاكل الدفاع الاهلي هيبقى كويس. فحد يقول لي طب ليه ياسر ابراهيم ما لعبش؟ ياسر ابراهيم قلب وشه شويه عشان كان عايز يمشي، مش عايز يمشيه. الكابتن حسين عموته قعدوا دكه عشان يعرف ان هو بيلعب في فريق كبير، وانت ركز في الملعب، ولما يجي فرصتك انت تمشي هتمشي. هو طبعا ياسر ابراهيم عنده حق عشان برضه اخر موسم، يعني ممكن اخر عقد يمضي في حياته. انا خلاص ياسر ابراهيم 31 سنه فخلاص يعني. بس يعني العب، ولا خير ربنا كاتبه لك هجيلك، سواء بقى في الاهلي بره الاهلي. فانت العب، انت لما تقعد دكه هتخسر، انت هتخسر مكانك الاساسي. بس انت حظك ان هو مفيش حد مكانك بصراحه يعني. انا ممكن عمر جزاه كويس مش وحش، بس عشان الماتش ليه مع الاهلي رسمي فما يقدرش يحكم عليه او برضه يعني. نادي الرياض لعب السنه اللي فاتت وكان كويس، ما اعرفش اللي حصل له بصراحه. ف فانا يا ريت اشرف داري لو في فورمه يلعب، يعني بجد والله اشرف داري برضه لاعب كبير ولعب دوري، فهينفعنا كتير جدا مع ياسر ابراهيم. يعني هو انا شايف الاهلي امبارح مش وحش ومش حلو. انت كويس ان انت عرفت ترجع، عرفت انت تكسب الماتش 3-2 بالتشكيل بتاعك، وتغطي كابتن حسين متغير كتير جدا 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 في المباراه. فيا ريت الماتش اللي احنا بنهينا بيه نبدا بيه الماتش الجاي. فاهم؟ ماتش زد صعب مش سهل، وانت لو بتلاعب فريق امبارح تاني غير انبي بيعرف يهاجم ويدافع كان هيشيلك كتير جدا 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 في الدفاع بتاعك. لكن الحمد لله انبي جاب جونين وريح، فدي برضه مصلحه. لكن لو كان فضل يهاجم عليك كانت هتبقى مشكله كبيره جدا 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 بالنسبه لك. ف يعني كبدايه مش هنتكلم كلام كتير. بس احنا عندنا مدرب كويس، عندنا هجوم كويس، عندنا وسط كويس، ما عندناش دفاع. هي دي مشكله الاهلي دلوقتي حاليا. بس انت كويس كاول ماتش اللي انت ما اتغلبتش ما تعادلتش، فهمت الناس ان انت ممكن ترجع في اي وقت. بس انت لو بتلعب فريق منظم وعنده هجوم وعنده دفاع تبقى صعبه شويه ان انت تعرف ترجع تاني. بس يعني كبدايه كويسه النادي الاهلي. كابتن حسين عموته قاعد مركز هو الجهاز الفني بتاعه. كابتن وائل جمعه ما بيقعدش، بيقعد بيتكلم. فان شاء الله باذن الله دي هتكون البدايه النادي الاهلي. الماتش اللي جاي نحاول نبقى كويسين احسن من كده. لامسين كتير جدا من النادي الاهلي. مش هنقبل السنه اللي فاتت تحصل تاني. ايا كانت الظروف، ايا كانت اللعيبه اللي مش ملتزم يقعد، امام عاشور مش عايز يلعب ما يلعبش، ياسر ابراهيم زعلان يقعد بره، ما مش فارقه معاك، انت الخسران مش احنا خسرانين. لا الحمد لله عنده لعيبه كتيره جدا جدا جدا. وممكن كابتن حسين عموته يوفق، عندنا هاني ممكن يلعب دفاع مش مشكله. في كذا حل يعني. فاللي مش هيلتزم ويكون موجود في الملعب مش هيشوفها. فان شاء الله باذن الله قادم احسن. الاهلي كبدايه مش وحشه، بس ان شاء الله بس كابتن حسين عموته بس يظبط لنا الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، هي اللي عامله مشكله في الاهلي امبارح. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، والسلام عليكم.